من زمان جدا القصص كانت وما زالت من أهم المهارات اللي بتأثر في حياة البشر والإنسان بشكل عام. القصص هي اللي ساعدتنا نفهم اللي حصل في الماضي ونتعلم منه ونتواصل مع غيرنا بشكل أعمق وأدق، وده بالظبط اللي بنعتمد عليه في التسويق النهاردة. أهلا بيك، أنا علاء مختار، مؤسس قناة علاء مختار، وبشتغل مع مدربين واستشاريين علشان يحولوا شغلهم لخدمات رقمية قوية بتوصل للناس بشكل احترافي. النهاردة هنتكلم عن قوة السرد القصصي في البيزنس والتسويق بشكل عام. بس قبل ما نبدأ أتمنى أن أنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان ده بيساعدنا بشكل مباشر وغير مباشر. في الفيديو ده هنتكلم عن واحدة من أقوى المهارات المطلوبة النهاردة في صناعة المحتوى والتسويق، وهي سرد القصص. القصص القوية دايما كانت سبب في أن الناس بتتفاعل، بتصدق وتتحرك، لأنها مش بس بتشرح المعلومة، دي بتخلي الشخص يعيشها ويحس بيها، وده بيخلي الرسالة تثبت وتوصل بسهولة لدماغه وما ينساهاش بسهولة. في التسويق بنستخدم القصص علشان نوصل الفكرة بسهولة ونبني علاقة إنسانية مع العميل. القصة دايما بتخلي البيزنس بتاعك يبان شكل مختلف عن أي بيزنس تاني، وتوضح القيمة اللي انت بتقدمها بشكل غير ممل أبدا. علشان تحكي قصة مؤثرة لازم تركز على 3 عناصر أساسية لو أنت عايز تبيع خدماتك أو استشاراتك. رقم 1 بداية قوية، رقم 2 بطل واضح اللي هو العميل أو المنتج، رقم 3 مشكلة بتحصل وليها حل. وبعد كده كل ده بيتغير من خلال القصة وانت بتحله من خلال القصة بتاعتك. نفس الحاجات اللي احنا كنا بنحبها واحنا صغيرين واحنا بنسمع او بنقرا القصص، والنهارده نفس الاسلوب ده بينجح جدا سواء في الاعلانات او المحتوى المجاني اللي بنشوفه على السوشيال ميديا او اليوتيوب او حتى الكورسات. ولو انت شخص بتحب تحكي قصص او شايف ان عندك موهبة، فده كنز كبير انت لازم تهتم بيه وتعمله تطوير. ولو ما عندكش تقدر تتعلم وتبدأ من جديد. ابدأ جرب تحكي قصص بصوت عالي لأصحابك أو على ستوري أو حتى فيديوهات التيك توك أو حتى ستوري الانستجرام، وراقب ردود فعل الناس. شوف ايه اللي بيشدهم وايه اللي مش بيشدهم واشتغل عليه واعمل له تحسين وتطوير. كل مرة انت بتحكي فيها قصة هتتعلم اكتر وتتحسن اكتر وتبقى اكثر ثقة في نفسك. العلم كمان بيأكد ده، وفي دراسات كتيرة اثبتت ان القصص بتنشط مناطق معينة في المخ وبتسرع ضربات القلب لما البطل يكون في خطر. نفس الاستجابة تحصل لو حد بيهمك بيمر بموقف صعب. يعني لما الناس تهتم بالبطل أو القصة هم كده بيهتموا بالرسالة اللي وراها. فلو أنت عايز تبني علامة شخصية قوية أو تبيع منتج من خلال القصة، لازم تبني قصة الناس تحبها وتعيشها بكل مشاعرها. القصص كمان بتخلي الجمهور يحس بارتباط عاطفي معاك، مش بس منطقي. مع العرض اللي انت بتقدمه للخدمة بتاعتك أو الاستشارة، ده بيزود تحويلات، سواء كان الهدف ان الناس تشتري او تشترك او حتى تتواصل معك. ممكن قصة بسيطة تغير كل شيء. في قصة مشهورة ناس كتير تعرفها عن شاعر فرنسي شاف شخص فقير أعمى قاعد على الرصيف، وكان كاتب على يافطته أنا أعمى ومحتاج مساعدة، ومحدش كان بيديله أي شيء. لكن الشاعر عمل حاجة بسيطة، أخذ ورقة الكرتون وكتب عليها جملة تانية مختلفة خالص، كتب عليها الربيع قادم لكن أنا مش هقدر أشوفه. وفجأة لما الناس شافت وقرت الكلمة دي بقت تقف وتساعد الشخص الفقير ده. وده ليه؟ لأن الجملة حركت مشاعرهم، خلتهم يحسوا بالقصة مش بس المعلومة. وهنا بيحكي لك سر قوة السرد وسر قوة القصص في التسويق بشكل عام. فاللي لازم نفهمه ان سرد القصص مش بس وسيلة ممتعة، دي ممكن تكون أداة استراتيجية من خلالها تقدر تخلي جمهورك يتحرك ويثق فيك وياخد قرار الشراء بسهولة وبشكل سريع. سواء انت كنت مدرب او مسوق او حتى بتشتغل في مجال خدمة العملاء او عندك خدمة استشارية انت بتقدمها لعملائك، لازم تتعلم تحكي قصة. مش لازم تكون كاتب محترف، بس ممكن تبدأ صغير، ولازم تحكي بلغة بسيطة يفهمها الكل، وراقب تأثير كلامك. كل ما مارست كل ما تطورت أكتر، وساعتها بس هتكتشف إن القصة الصح ممكن تكون أقوى من أي حملة إعلانية مدفوعة أنت بتعملها علشان تبيع خدماتك واستشاراتك للناس. أتمنى نكون الصورة وضحت ليك وعرفت أهمية السرد القصصي في التسويق النهاردة إيه. شكرا على المشاهدة، وما تنساش تعمل متابعة، وإن شاء الله نشوفك فيديوهات جاية. مع السلامة.